بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. معايا محمد مكعزي ماتش كونفول. معي محمد مكعزي، هدفين لمثلهما، التعادل، راضي على التعادل محمد؟ احنا كلاعبين راضي على الاداء ديالنا، ولكن راه حشومه وعيب راه هادشي اللي طرا اليوم. حشومه راه ما كاينش تعليق على هادشي هذا، والتحكيم هذا راه خصو يتعاود فيه النظر ويتعاود فيه النظر. ديما مرات كتظلم، ولكن اليوم بينوا على الظلم حقيقي. الا رجعنا للمقابله وخصو يكون خصها تكون واحد وجهه نظر. راه حشومه هادشي هذا وعيب، كيديو لينا عرقنا، راه حدا امام الجميع كيديو لينا عرقنا، ولكن الله ياخذ الحق في هذه العواشر هذه. هادشي اللي نقولوا حنايا. بالنسبه للمباراه ضد الاهلي المصري ان شاء الله في الشامبيونز ليغ، كيف كتشوفها محمد؟ كنتمنى انهم ما يحاربوناش حتى في افريقيا، ما يحاربوناش بحال العام اللي داز مع الاهلي. كما شفتوا الاربيطراج تما راه تحاربنا، كما كتشوفوا حنا في الوطن في المغرب وكنتحاربوا. انت كتشوف الظلم التحكيمي، نتمنوا ما تحاربوش برا ان شاء الله. شكرا. هذا كان راي محمد مكعزي في انتظار استقبال بعض لاعبي. السلام عليكم. كما شفتوا المقابله وين كانت صالح ديالنا، كما شفتوا ما نقدرش نوصف لك واش كاين ربي وكاين واش راح نقول لك. كيفاش شفتي التحكيم ديال اليوم حتى لاخر لحظه، ضربه جزاء الخصم والتعادل؟ التحكيم بيان سي راح نقول لك التحكيم كارثي، واش راح نزيد؟ لاعبين زاد دوينيت. قلت له اليوم تسرق لكم الفوز. بيان سور نقولوا تسرق لينا الفوز. انا ما شكيتش عيبات كيما هادو يصوموا ويصلوا، ربي وكيله واش